لا تصيح يا ولد وخلاك رجيل، لسه أرضنا محتلة، مادام عايش العود اللحم يجود. قصة المجاهدة السنوية أم الأبطال الست سالمة شميط بنت قبيلة السوار. أهلا بيكم، أنا علا أبو السعدات وبرنامج عين. تعالوا نعرف الحكاية من الأول خالص. في يوم 5 يونيو سنة 1967 كانت المفاجأة لأهل سينا لما لقوا في وشهم جيش الاحتلال الإسرائيلي موجود بكامل قوته على أرض سينا، والجيش المصري انسحب وساب أسلحته ودبابات، وبقى هو ده الأمر الواقع. طبعا يوم مشؤوم وحسرة ما بعدها حسرة، بس معلش الصبر طيب. في قرية الخروبة، وهي تقريبا قرية قريبة من العريش، كانت في أسرة عادية جدا ومسالمة عايشة هناك زي أسر كتير طبعا، وهي عيلة الحاج الرويشد. كان الحاج الرويشد بيشتغل في مزرعة عنب، وكانت مراته الست سالمة شميط بتغزل صوف وترعى غنم زي الستات هناك، وأولادهم محمد وموسى ومريم. وفي يوم محمد وموسى وهم بيلعبوا قريب من شجر العنب سمعوا أنين شخص بيتألم، طبعا اتخضوا جدا وراحوا مقربين ناحية السور، لقوه ضابط مصري مصاب من رصاص الجيش الإسرائيلي. راحوا لوالدهم جري وقالوا له على اللي هم شافوه. فراح الأب للضابط وعرف إنه النقيب مجدي زكي خبير الألغام ابن المحلة الكبرى. الحاج الرويشد أخذ القرار بسرعة في ثانيتها إنه لازم يخبيه عنده ويقدم له الرعاية اللازمة. والعيلة وقتها اتفقت إنهم يقسموا نفسهم نبطشيات خلال اليوم علشان طبعا يمرضوه، بما فيهم طبعا الست سلمى شميط اللي كانت بتهتم بأكله ورعايته. وفعلا النقيب مجدي زكي قعد حوالي شهرين، طبعا شهرين مدة كويسة جدا علشان ياخد ويدي في الكلام مع العيلة السنوية ويتعرف عليهم أكتر وأكتر. ووقتها اتأكد انهم عيلة وطنية زي الكتاب ما بيقول، ونفسهم ياخدوا بطار بلدهم واهلهم. وده اللي شجع الضابط ان يحول العيلة كلها لعيلة فدائية. مع الوقت الضابط عرف ان في حقل ألغام قريب من مكانهم. يا سلام، دي فرصة عظيمة طبعا علشان يدربهم عملي. وفعلا علمهم ازاي يفكوا الألغام ويزرعوها تاني في طريق قوات العدو الإسرائيلي، ودي كانت مهمته طول الشهرين. وبعد الضابط ما خف تماما من إصابته وقدر الحاج الرويشد انه يهربه للقوات المصرية، ابتدى مشوار العيلة في العمليات الفدائية. فحطوا خطة محكمة ونظام يمشوا عليه في تنفيذ العمليات. ايه بقى الخطة دي؟ الصبح يروحوا الولدين في مكان الألغام ويحطوا علامات عليها، وبعد كده يجي دور الأب انه يروح بالليل علشان يفكها وينقلها للبيت. وتاني يوم الصبح بقى الست سالمة شميط تحط الألغام في جراب الغزل على ظهرها وتتحرك بيهم وهي بترعى الأغنام كتمويه طبعا، وتروح مخبياها في مكان معين وتحط عليها علامة، وبعد كده ترجع على بيتها تقول لولادها والأب على المكان والعلامة علشان يزرعوها في مكان استراتيجي. الخطة دي على فكرة ياما نجحت عمليات كتير، منها تفجير مستودع إسرائيلي للذخائر وسط سينا، غير كمية المركبات اللي اتفجرت، وتدمير أتوبيسات فيها جنود من الجيش الإسرائيلي، وغيرها وغيرها وغيرها. وتأكدوا إن إسرائيل عايشة في وهم كبير اسمه الجيش الذي لا يقهر. هو فين يا ولاد الجيش الذي لا يقهر ده؟ ما علينا. لكن تيجي المفاجأة الكبرى. للأسف في عملية من العمليات مات الأب الحاج الرويشد، ودي كانت الصدمة الأولى للست سالمة شميط. حزنت عليه قوي ولملمت جسد جوزها ودفنته، ولكن كانت ست صامدة زي الجبل، فوقفت على حيلها وجمعت ولادها محمد وموسى وقالت لهم الحزن ما يوقفنا، هنكمل المشوار. فات وقت قصير واخدت الصدمة التانية بعد موت زوجها على طول، لانها فقدت ابنها الكبير محمد في عملية من عمليات زرع الألغام. وبالرغم من ألم قلبها على زوجها وابنها، الا كان عندها اصرار غريب انها برضو تستمر في المشوار. كانت ست صامدة وعنيدة ومؤمنة بوطنيتها. ده مش كده وبس، قررت قرار تاني ان لازم يكون دورها اكبر في العمليات الفدائية اللي بيعملوها. فطلبت من ابنها موسى انها تتعلم فك وزرع الألغام بنفسها زيه يعني، وبكده تقدر تساعد ابنها موسى اكتر واكتر. تخيلوا كانت بتوصل انها تمشي مسافه 10 ل 17 كيلو وهي بترعى الغنم وتنقل الألغام على ظهر حمارتها. طبعا مجهود ومخاطره كبيره جدا، بس للحق ارهقوا جيش الاحتلال بالعمليات دي بشكل. ووقتها الجيش الاسرائيلي كان هيتجنن، ما كانش عارف الضربات اللي بياخدها دي جايه منين وازاي وامتى، لدرجه انهم كانوا فاكرين ان في تنظيم كبير هو اللي بيخطط وينفذ العمليات دي. ومن قله حيلتهم عملوا مكافاه
مغريه للي يقول اي معلومه عنهم، ولكن ولا عرفوا يوصلوا لحاجه. اصلهم ما كانوش يعرفوا ان التنظيم اللي مدوخهم ده كان عباره عن ست سيناويه بدويه بسيطه وابنها. هي ست تبان بسيطه بس قويه وعنيده بشكل. المهم في يوم جه دور عمليه خطيره جدا، وهي تفجير محطه وقود اسرائيلي. موسى وكان صاحب ليه اسمه سلام ابو عراده ابتدوا يزرعوا الالغام قريب منهم بنفس الخطه بتاعت كل مره، بس المره دي رصدهم ضابط اسرائيلي من برج مراقبه وراح ضارب اللغم وهم بيزرعوه. استشهد صاحبه سلام ابو عراده، وموسى اتصاب اصابه شديده قوي، جسمه كان كله شظايا، اكتر من 180 شظيه، وللاسف فقد عين من عيونه والتانيه كان بيشوف بيها بالعافيه. والجيش الاسرائيلي ما صدق بقى، قبض على واحد من التنظيم اللي مدوخهم وراحوا حطوه في السجن، وهات يا تعذيب وبهدله فيه بكل شكل ولون. انه يقر باي معلومه ابدا، كان راجل جدع ورفض يتكلم ولا اداهم اي معلومه. وقتها الجيش الاسرائيلي قرر يغير في اسلوب التعذيب ويخلوه طبعا رخيص اكتر. عملوا ايه بقى؟ استدعوا والدته الست سالمه شميت كورقه ضغط يعني، وفكروا ان اكيد هتنهار قدامه لما تشوف ابنها في الحاله دي، وفي نفس الوقت موسى كمان يضعف ويعترف باللي عمله ويديهم معلومات بقى. وفعلا استدعوها وهم مغميين عينيها وعذبوها هي كمان عذاب شديد، وطلبوا منها انها تدخل على ابنها وتشق هدومها وتبكي وهي بتتحايل على ابنها انه يعترف علشان يحنوا عليه ويعالجوه. بصت لهم كده وقالت لهم ما في مشكله، موافقه، اللي بدكم اياه بسويه. ودخلوها على ابنها. فعلا الست سلمى شميت شافت ابنها في منظر صعب قوي، مجروح ومش قادر على الحركه ولا حتى الكلام. وكمان ابنها موسى لما شاف والدته بكى بحرقه وكان خايف عليها بجد. فقربت منه الست سلمى شميت وقالت في ودنه جملتها الشهيره: لا تصيح يا ولد وخليك راجل، لسه ارضنا محتله، مادام عايش العود اللحم يجود. طبعا الجيش الاسرائيلي لما سمع الكلمتين دول منها اتصدموا وغضبوا على الاخر. ايه جبروت الست البدويه دي، حرقت لهم اخر كارت كانوا حاطين عليه امل، فطردوها بره بسرعه وقالوا لها هنقتلك ابنك ومش هتشوفيه تاني. بعد بهدله وتعذيب في السجن اتحكم على موسى الرويشة 25 سنه في سجون الاحتلال الاسرائيلي، ولكن خرج بعد 4 سنين في صفقه لتبادل الجثث الاسرائيليين مع الاسرى المصريين. وكأي ام مصريه اصيله كانت وقتها الست سلمى شميت بترعى زوجة ابنها موسى وابنه وتكفلت بيهم لغايه ما خرج من السجن. اتوفت ام الابطال الست سالمه شميت يوم 6 فبراير سنه 2015، وودعت شمال سيناء ومصر كلها الى مثواها الاخير، واكيد هتفضل عايشه جوانا. رحم الله شهداء الوطن في كل زمان ومكان. كنت معاكم علا ابو السعدات وبرنامج عيني.